أهلا بيكم، والنهاردة هنعمل فيلم أكشن جامد جدا اسمه دبل سمارت. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بيبدأ الفيلم مع طفل صغير بيجري بسرعة على مامته اللي اسمها بوشما، وبيديها الإسورة اللي لقاها في الشارع، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادك، وبتفرح جدا بيه الأم وبتحضنه. وبنشوف بعد كده الطفل مع أمه وهي بتوصله المدرسة، وبتقول له إن هي عايزاه يطلع شاطر وذكي زي أبوه. وبنعرف إن الولد مش بيحب باباه خالص ولا مستحمل سيرته، وده لأن فاتت سنين كتير وهم عايشين من غيره، وإنه لو شافه صدفة هيكون عاوز ينتقم منه مش يشكره خالص. وبتعدي سنين وبنروح لأكبر زعيم مافيا في الهند، واللي اسمه بيبقى بيج بول، وبيكون رايح لوانج زعيم المافيا الصيني وبيهدده إن لو اتدخل تاني في أمور المخدرات مش هيحصل كويس. وبيقول له كمان إن هو مش بيحب المافيا الصينية، وإنه شايف إن مفيش مافيا على الأرض غيره هو، وأي حاجة تاني بيكون سايبهم ياكلوا عيش. وانج بيتعصب جدا وبيأمر رجالته يهجموا على بيج بول، وبيهجموا كلهم فعلا على بيج بول بالأسلحة والسيوف، لكن هو بيكسرهم وبيرميهم واحد ورا التاني ومفيش أي حاجة بتأثر فيه. وبيسأل وانج هل في تاني كده ولا خلاص. وبعد كده بنشوف الشرطة الهندية بتقول إن بيج بول هو أكبر مجرم في التاريخ، وليه عمليات تجارية كتير غير مشروعة في المخدرات وفي الملاهي الليلية في الهند، وإن ليهم أكتر من 20 سنة في قسم المعلومات الخاصة ما عندهمش صورة واضحة ليه كمجرم، لكن هم النهاردة أخيرا جابوا له صورة وبيعرضوها لهم في الاسم. وبيقولوا لهم كمان إن كانت حالته الصحية مش أحسن حاجة امبارح، وقضى 4 ساعات في مستشفى في لندن. وبعدين بنشوفه بيحكي مع رجالته اللي بيقولوا له إن مفيش فلوس هتعالجه لأن هو مصاب بورم في المخ اسمه الورم الضبطي، وإن كده قدامه 3 شهور بالكتير ويموت. وبيقول لهم إنه ما ينفعش يموت لأنه لسه صغير وعنده لسه مليارات عايز يستمتع بيها. وبيجي له عالم اسمه توماس، وبيج بول بيحكي له مشكلته، وتوماس بيقول له الحل هو نقل الذاكرة والوعي لشخص تاني في جسمه لتوسيع الدماغ. تقريبا كده بدأوا يهبطوا في الطب، وبيقول له كمان إن بكده هيقدر يكون خالد ويعيش للأبد. وبيج بول بتعجبه الفكرة وبيقول له يلا نبدأ فيها، وتوماس بيفهمه إن ده غير قانوني. وبنتلي مديرة أعمال بيج بول بتضحك وبتقول له إن دي حياته كلها غير قانونية. وتوماس بيقول لهم يبقى كده تمام، أنا ما عنديش ضمير ومحتاج بشر أجرب عليهم الموضوع الأول، ولو نجح هيبقى تمام. وفعلا بيجيبوا له ناس يجرب على دماغهم الموضوع ده أكتر من مرة بأكتر من طريقة، لكن كل مرة بيفشل. وللأسف بيتصل توماس ببنتلي وبيقول لها إنه جرب الموضوع مع ناس كتير لكن هو الموضوع مش نافع، وإنه محتاج شخص بمواصفات معينة. وبنتلي بتسأله مين، بيقول لها شنكار، وده بقى كان أصلا تم نقل ذاكرة ضابط شرطة قبل كده. وساعتها بنشوف شنكار بينفذ عملية سرقة فلوس بيج بول، وبنعرف إنه قوي جدا وبيضرب كل رجالة بيج بول وبيخلص عليهم وبيسرق الفلوس اللي عايزها. وتاني يوم بتتصل بنتلي ببيج بول وبتقول له إن أملهم الوحيد بيكون في مجرم اسمه شنكار، لأن توماس جرب على ناس تانية كتير والوضع مش نافع، فبيقول لها جيبيه بأي تمن. وبنشوف شنكار في توك توك وعينه بتقع على بنت جميلة اسمها جنات، وبيعرض عليها إنه يوصلها للمكان اللي عاوزاه، وبتقول له إن هي أول مرة تنزل المدينة لظروف شغلها وعاوزة تروح فندق. وبياخدها معاه وبيوصلها لغاية الفندق وبيفضل يرخم عليها، وبتقفل الشباك في وشه، فشنكار بيمشي وبنشوفه رايح لها في مكان شغلها. وبنلاقي هناك بنتلي والعالم توماس، وبنفهم إن هو كمين معمول لشنكار. وتوماس بيتأكد من العلامة اللي في دماغ شنكار هو الشخص اللي بيدور عليه، وبيقدموا له حاجة يشربها وبيكونوا حاطين فيها منوم، لكن شنكار بيكشف الموضوع بسهولة وبيكسر الكوباية. وهنا بياخد صاحبه وبيمشي، وبيروح شنكار يجهز لمهمته الجديدة واللي بتكون سرقة باقي فلوس بيج بول. وبيجهز وبيلبس قناعه وبينزل على مكان بيج بول، وبيفضلوا يستمروا ساعات في القتال والضرب، لكن شنكار بيقدر يخلص على كل اللي بيقرب منه بسهولة وبياخد اللي هو عايزه. وجنات بتحاول تقبض عليه وبتضرب نار وبيقول لها خليكي بعيد، ومش بتكون عارفة مين اللي لابس القناع. وبتخرج وبتروح على شغلها، ومديرها بيزعق لها وبيطردها لأنها فشلت في القبض على شنكار اللي بتكون أصلا فاكرة إن هو تبع رجالة بيج بول. وبتخرج متضايقة جدا وبتتصل بشنكار يجي يوصلها، فبيجي لها شنكار بالتوك توك وبيوصلها لحد بيتها. وبالليل بنشوف بنتلي بتروح لشنكار وبتعزمه على حفلة هم هيعملوها في الملهى الليلي، والدنيا بتكون كويسة جدا لغاية لما بينزل راجل غبي من عربية بنتلي وبيقول احنا هنتحايل عليه ولا ايه، وبياخدوه بكل قوة وبيمسكوا
شنكار بقى من دراعه بيوري له القوة شكلها ايه. ساعتها بيتدخلوا رجالة بيج بول، لكن طبعا محدش بيقدر على شنكار زي ما احنا عارفين. وبنتلي بتتصل ببيج بول وبتقول له ان القبض على شنكار ده عبارة عن اعجاز، لان هو راجل قوي جدا. وبيج بول بيقول لها ان هو ناوي ينزل الهند بنفسه يخلص الموضوع، لان حالته الصحية بقت اسوأ ولازم يتصرف بسرعة. وبالليل شنكار بيقرب من بيت جنات وبيضرب نار عشان يخوفها، وبتتصل تستنجد بيه وبيطلع لها وبيقعد معاها على اساس بيحميها. وطبعا هي ما تعرفش ان هو اللي ضرب النار. وتاني يوم بيوصل بيج بول مطار الهند، وبتوصل شرطة الهند لكن متأخر، وبيكون بيج بول مشي وخلص. وبيوصل شنكار وهو لابس القناع على مكان الفلوس اللي مش راضية تخلص دي عشان خاطر يكمل سرقتها. وهناك بقى بيلاقي جنات وهي بتلبس القناع، فبيروح لها وبيقول لها طلعتي زميلة يعني. فبتقول له بلاش تخلف، وان هي جاية هنا عشان تحط جهاز تعقب على عربية الفلوس عشان تشوفها بتروح فين، وتقدر هنا تقبض على بيج بول عشان تخلص البلد من شره. وطبعا كل ده عشان ترجع لوظيفتها. وبيكونوا رجالة بيج بول سامعين الكلام ده وبيهجموا عليهم، وبيقدروا يهربوا منهم هما الاتنين. وبعد كده بتروح جنات لشنكار تقول له الصراحة، وبتعرفه ان هي موافقة على عرض الجواز، وده بيكون اسعد وقت في حياة شنكار. وبينام بعد كده، وفجأة بيصحى على بنادق كتير متوجهة على راسه، وبنت اللي بتهدده بانها تقتل جنات، وده لو حاول يضربهم او يهاجمهم او حتى حاول يهرب. وبيستسلم شنكار وبيروح معاهم وبياخدوه على المختبر بتاع توماس. وبيوصل هناك بيج بول، واول ما شنكار بيرمحه بيجيله فلاش باك، وبيفتكر كل اللي عمله بيج بول في ابوه وامه، وان هو قتلهم وبيكون عاوز يقوم ينتقم، لكن هما بيحقنوه هنا بمخدر وبينام. وبيجي بيج بول ينام جنبه وبتتم عملية نقل الذكريات والوعي بالكامل. وبنكتشف هنا توماس كان عنده ضمير ومبلغ الشرطة ان ده هيحصل. وبتوصل الشرطة، واول ما الشرطي بيلمح شنكار بيقول له يا جدع هو مفيش غيرك تقعد تلم في ذكريات الناس. وبيتأكدوا ان شخصيته بقت شخصية بيج بول، وبيقبضوا عليه عشان يساعدهم بالمعلومات عنه. وبياخدوه في عربياتهم وبيكتشفوا ان بيج بول عامل لهم كمين هو ورجالته، وبيقتلوا رجالة الشرطة وبياخدوا شنكار. وشنكار بيهجم عليهم وبينزل ضرب فيهم يمين وشمال لحد لما بيقدر يخلص على عدد كبير منهم. وبيوصل بقى لبيج بول وبيضربه، لكن بيج بول بيطلع اقوى وبيصد الضربة وبيضربه كمان. فشنكار بيجري على اي عربية عشان يسوقها ويهرب، وبيضرب كل رجالة بيج بول بالعربية. وفي اللحظة دي بيفتكر أمه وبيسوق بأقصى سرعة ممكنة لغاية لما العربية بتقع في البحر. وبعد كده بفترة بنشوف شنكار بعد ما قدر ينقذ نفسه عند جنات وصاحبه، وبيقول لهم على كل أسرار بيج بول، وبيقول لهم كمان اللي عمله في أهله وإنه قتل أمه، وإنه لازم ضروري يخلص عليه خلال اليومين دول قبل ما ينسى الذكريات دي. وفي اللحظة دي بيكون بيج بول هيموت ويلاقي شنكار، لأن كل الأرقام السرية والمعلومات الشخصية بقت مكشوفة كده بالنسبة له. وبنشوف شنكار بيتصرف زي بيج بول بالظبط، فصاحبه بيديله كف عشان يفوق، وبيرجع تاني شنكار وبيفضل يرقص ويحتفل مع جنات. لكن جنات بتكون مبلغ الشرطة على مكانه، ولما بتيجي الشرطة وشنكار بيلاقي حواليه ظباط كتير بيبص لجنات وبيبقى مش فاهم في ايه، لكن بيروح مع الضابط بشخصية بيج بول. وفي التحقيق مش بيعرف يجاوب على الأسئلة، وبيفضل يقول لهم إنه مش فارق معاه أي حاجة حتى لو قتلوه، لأن هو كده كده هيحط ذكرياته في شخص تاني ومش هيقدروا ينهوا عليه. وبيج بول وقتها بيكون خطف جنات، واللي بتعترف له إن هي تبع الشرطة ومحتاجة تتبع مسار الفلوس، وإن هي كانت واخدة شنكار ده سكة مش أكتر. في الوقت ده بيكون شنكار عصر دماغه وبيرجع لشخصيته الحقيقية، وبيعرف الرقم السري بتاع حساب بيج بول واللي بيكون موجود فيه $120، فبيقدر يغير الرقم. وبيوصل لبيج بول على الموبايل رسالة إن تم تغيير الرقم، وبيتصل بشنكار بسرعة بيقول له إن هو عاوزه ضروري وإلا هيقتل جنات. وبيروح له فعلا شنكار على طول على الرغم من اللي عملته جنات فيه. وبيوصل على مكان بيج بول وبيكون في شخصيته هو وبيج بول، وبيقعد معاه وبيقول له إن هو عشان يصدقه لازم يجاوب على الأسئلة اللي هيقولها. وبيبدأ يسأله عن شخصيات قتلها والسبب وأسمائهم، وبيلاقيها فعلا ذاكرة بيج بول هي اللي شغالة. وبيقول له جينا بقى لآخر اسمه وأهم سؤال، وهو إيه السبب اللي مخليني أعمل كل ده أصلا؟ يعني إيه المهمة الأخيرة؟ فبيقول له المهمة الأخيرة هي تقديم الدعم للثورات والمظاهرات اللي بتحصل في جنوب الهند، وده عشان البلد تتقسم لجنوب وشمال والسلطات تكون أضعف، لأن طبعا ساعتها هتقدر تتاجر في كل أنواع المخدرات وترتكب جرائم بسهولة، وطالما الشرطة ضعيفة هيبقى مفيش استقرار. وبيقوم بيج بول وبيسلم على عالم توماس وبيقول شغلك نظيف جدا. وفعلا وقتها بتكون المظاهرات شغالة في جنوب الهند والأوضاع الأمنية مش أحسن حاجة. قائد الجيش بيبقى شايل الهم بسبب اللي بيحصل،
وقتها بقى بتروح جنات تخطف شنكار واللي بيكون في حفلة مع بيج بول وبتاخده في عربية، وبتتصل بالقائد تسأله تعمل معاه ايه، فبيقول لها تاخده على أقرب اسم، وفعلا ده اللي بيحصل. وهناك بيتعامل شنكار على انه بيج بول، وهناك كمان بيشوفوه الظابط وبيضرب ست على اسم امه، وهنا بترجع له الذاكرة وايده بتترعش وبيقوم يفضل يضرب في الظابط والمأمور بيضربه بالمسدس، لكن بيقدر يتفادى الرصاص لغاية لما المسدس بيفضى وبيمشي في الاسم يفضل يضرب في اي حد حرفيا، وبياخد الست وبيروح يقعد معاها هي وجنات وصاحبه، وبيطلب منها ما تسيبهوش وتفضل جنبه لان هي بتفكره بامه. لكن بعد شوية بيرجع تاني لشخصية بيج بول، وبيلاقي بيج بول بيتصل بيه وبيطلب منه يجيله تاني في مكانه، فبيركب العربية وبيروح له، لكن الست دي بتتشعلق في العربية وبتروح معاه. ولما بيوصل المكان بنلاقي جنات كمان وصلت، وعربيات بيج بول بتكون بتحمل الفلوس، ومحتاجين من شنكار بس كلمة السر الجديدة، وبيفضل يفتكر وبيقول له جرب يمكن بحبك يا جنات، وبتطلع صح فعلا، وجنات بتكون سامعة كل ده وبتفرح، لكن برضه بتبلغ الشرطة بمكانها. والحقيقة بقى اننا مش فاهمين هي كده عايزة ايه بالظبط. وبتوصل الشرطة للمخبأ السري بتاع بيج بول، واللي بيكون مذهول ازاي ده يحصل وعرفوا منين. وجنات بتستغل ضرب الشرطة وانشغال بيج بول وشنكار، وبتروح على اللابتوب تحول الفلوس كلها لحساب الشرطة. واول ما بيج بول بيشوف ده بيؤمر بنتلي تروح تقتل جنات، وبتجري بنتلي تلحقها، وبتحصل هنا معركة قوية جدا بينهم، لكن بنتفاجئ ان بنتلي ضعيفة جدا وجنات بتجيبها على الارض وبتخلص الموضوع بطلقة في دماغها. وشنكار بيطارد جنات عشان يقتلها لانه هو موجود دلوقتي في شخصية بيج بول، وبيجروا لغاية لما بيوصلوا لحفلة غريبة وكل اللي فيها بيرقصوا، وبيوصل قائد الشرطة وشنكار بيضربوا طلقة في بطنه، فبيج بول بيستفزه والقائد بيقول له اسمع بقى، ورق انك عندك ورم ده كله مزور وانت سليم، والخطة دي اللي عملها شنكار عشان يقدر يقتلك ويعرف كل ذكرياتك عشان يجيب حق امه، لكن لانه اخد وقت طويل في ذكرياتك اتمكنت منه وما قدرش انه يتغلب عليك. وبيروح بقى بيج بول يحضن شنكار وبيطعنه في بطنه، وشنكار مش بيكون فاهم اي حاجة، وبيج بول بيقول له مادام انا سليم مالكش لازمة، وبيوجه المسدس عليه، لكن بتيجي هنا جنات على اخر لحظة وبتنقذه. وكمان بتيجي الست اللي بتفكره بامه تطلب من بيج بول ما يقتلهوش، لكن بيزقها على الارض وشكلها وهي بتقع بيفكر شنكار بامه. وبيرجع هنا بقى لشخصيته وبيقوم يضرب كل رجالة بيج بول بالرمح لغاية لما بيوصل لبيج بول، وبتحصل بينهم معركة شرسة بالرماح والمسدسات، لكن في النهاية بيقدر شنكار يموت بيج بول بالرمح، وبيحتفل مع جنات وبيقول لها انها تفضل الهند دولة واحدة ومش هتتقسم، وكل الناس اللي في الحفلة بترقص وبيسقفوا له. وبكده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهارده. اهلا بيكم، والنهارده هنعمل فيلم اكشن جامد جدا، بس قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك، وكمان نشترك في القناه عشان عايزين نوصل ل 100,000 مشترك في اسرع وقت. بيبدا فيلمنا مع فريق طبي سنه 1989، واللي بيقود الفريق الطبي ده دكتوره اسمها رينا، والشرطة بتكون جايبة الفريق الطبي ده عشان لقيوا هياكل عظمية مدفونة في الأرض، وواحد من الضباط بيسأل رينا هو عدد الهياكل العظمية اللي لقوها قد إيه لحد دلوقتي، وبيتصدم الضابط بالرقم لما بتقول له 107 هيكل عظمي. وبعد كده بيكونوا في شخصين بيجمعوا تبرعات من أهل القرية وبيقفوا قدام عربية المسؤول عن القرية بتاعتهم، ولما بينزل لهم بيبلغوه انهم عايزين يخرجوا واحد من السجن بأي شكل، وبيعرفوه انهم عايزين يخرجوه عشان قريتهم بتعاني من المجاعة من سنين، وهو لازم يكون موجود في المهرجان عشان خاطر الأمطار تنزل تاني. وبيدي شخص منهم للمسؤول التبرعات اللي جمعوها، وطبعا بيوافق المسؤول على طول، بس قبل ما يمشي بيسأله مين الشخص اللي عايزين تخرجوه، بيقولوا له ده سيدنا. وبنروح بعد كده للمحكمة وبنشوف المسؤول وهو بيقول شهادته، واللي بسببها القاضي بيحكم بخروج الشخص ده إفراج مشروط لمدة 10 أيام، وكده هيكون معاه ضابط طول 10 أيام، ولو عدوا 10 أيام بدون مشاكل هيبقى إطلاق سراح كامل. وفعلا بيخرج من السجن وبيروح عشان يركبوا الأتوبيس، لكن الناس بتخاف من المسجون اللي معاه وبيشترطوا إنهم يركبوا فوق الأتوبيس مش معاهم من جوه. وبيتحرك الأتوبيس وفي الطريق بيلاقوا فخ أحجار في نص السكة، وبتبقى عاملة الفخ ده عصابة عشان عايزين السجين بتاعنا، وبيدخلوا يدوروا في كل الأتوبيس ومش بيلاقوه، وكمان بيطلعوا فوق الأتوبيس وبرضه مش بيلاقوه لأنه بيكون هرب هو والظابط. وبنشوفهم بعد كده مستخبيين عند بحيرة، وبيكون الظابط مستغرب هما ليه العصابة دي عايزين الراجل ده، وبيقرر بقى إن يسأل السجين إيه حكايته وهو مين. بيقول له إن أنا اسمي كاترا من قرية بهنمهالي، وبيحكي له قصته، وبنرجع فلاش باك وبنعرف إن كاترا ده كان حداد وكان عنده قدرة إن يقدر يصنع أجود الأسلحة من أي معدن، وإنه كمان كانت ليه قيمة كبيرة في قريتهم. وبنعرف إن أهل القرية مطلوب منهم إن يقدموا ضرايب 10 عبوات فلوس مقابل كل فدان عندهم لشخص مفتري اسمه ديفاريا.
بعد كده بنشوف راجل عجوز بيتعصب وبيقول ان انا كل اللي عندي فدان واحد، ولو دفعت هيبقى مش فاضل حاجه اصرف بيها على عيلتي، وكده عيلتي هتموت من الجوع. وبيفضل بعد كده يتوسل لديفاريا، لكن ديفاريا بيقول ان انا مديكم الارض والسماد وكل حاجه، وانتم مستكترين عليا 10 عبوات، طب هنخليهم 12 بالعند فيكم لكل فدان. وبيتصدموا أهل القرية وبيتضايقوا. بعد كده بنشوف واحدة اسمها برابا، ودي بنت الرئيس شامبونج، وبتروح المحل الكاتريا وبتفضل تزن عليه عشان تتجوزها لأنها بتحبه. ولما بترجع بتلاقي أبوها شامبونج بقى زي ديفاريا مستبد، لأنه بقى بيبيع الأسمدة اللي الحكومة بتديها له مجانا بفلوس للمزارعين، وبتقول له يبطل اللي بيعمله، لكن هو بيرفض وبيقول ان اهل القرية دول عبيد وهو لازم يستغلهم. بعد كده كاتريا بيروح يدفع الضريبة بتاعته لشامبونج ابو برابا، ولما برابا بتشوفه بتجري عليه وبتديله كوباية لبن، لكن لما ابوها بيشوفها بيزعق وبيعاقب كاتريا ب10 جلدات. طب هو ماله يا جدع؟ وبعد اللي حصل كاتريا مش بيعبر برابا وبيفضل يتجاهلها، لكن هي بتروح تتكلم معاه وهو بيقول لها انها لازم تاخد بالها من الفرق اللي بينهم، هي من عيلة غنية وهو من عيلة فقيرة، يبقى مستحيل يتجوزوا بعض. وبعد كده بقى بنرجع للوقت الحاضر وبنشوف الضابط رايح للدكتور رينا وبيقول لها تعلن عن موت ال107 شخص اللي بتفحص هياكلهم، وتقول انهم ماتوا بسبب طاعون او كوليرا، يعني من الاخر كده ان ماتوا موتة طبيعية. لكن هي بتطلب منه ان يديها فرصة لحد بالليل لان هي شاكة في حاجة غريبة. بعد كده بنشوف الضابط وكاترا في المركب عشان يروحوا قريته، والضابط بيقول لكاترا انت الناس كانت بتحبك، ازاي دخلت السجن وليه؟ وبنرجع بقى فلاش باك عشان نعرف حصل ايه، وبنشوف ان في واحد من رجالة ديفاريا اسمه مارا راح واتحرش باخت كاترا، ولما كاترا عرف راح لمارا وضربه جوه بيت ديفاريا، وكمان خرم له عينه وكان هيقتله، لكن ديفاريا بيوقفه لما بيضرب رصاصة في الهوا، وبيحكم عليه ديفاريا انه يشارك في المهرجان اللي جاي ويحضر الهولي ماري، وهنعرف الهولي ماري دي بعدين. وبنرجع بعد كده للحاضر وبنشوف كاترا بيسأله الضابط هو ايه الهولي ماري دي، وبيرد المراكبي على الضابط وبيقول ان الهولي ماري دي يعني ذبح جاموسة، وان ياخد الدم في ايده للقرية بتاعته، لان الاسطورة بتقول ان اللي ياخد دم هولي ماري ويرجع بيه قريته من قرية تانية قريته بتزدهر وبيبقى كلها خير وسعادة. لكن الموضوع ده بيبقى عايز شخص قوي أو وحش بمعنى أصح عشان خاطر يقدر يواجه المقاتلين بتوع القرية التانية. وبنروح تاني فلاش باك ليوم المهرجان، تتذبح جاموسة في قرية واحد اسمه كالي، وكاترا بيحط ايده في الدم فعلا وبيبقى كده معاه هولي ماري وعايز يرجع بيه قريته، وبيهجموا عليه بقى المقاتلين اللي عايزين يقتلوه، لكن بيقدر يديهم على دماغهم واحد واحد وبيهرب، وبيهجموا عليه مجموعة تانية وبيربطوه بالحبال، لكن طبعا كاتريا قوي جدا وبيشدهم كلهم بالحبال وبيطيرهم وبيكمل هروب، لكن بتقابله مجموعة تانية وبيرموا عليه قماش كبير وبيهجموا عليه بالصواتير، لكن برضه بيقدر يمسح بيهم البلاط وبيكمل بعد كده في طريقه، لكن بيقابل مقاتلين السومو لكن بيقدر يعجنهم كاتريا برضه وبيكمل في طريقه اللي كله مخاطر. بس الصدمة هنا بقى ان بيترمي عليه شط حر عشان ما يقدرش يفتح عينه، وبيهجموا عليه مجموعة جديدة بالسيوف، لكن أخته بترش على وشه مية عشان يفتح عينه، وفعلا بيقدر يهزم المجموعة دي كمان بكل سهولة. وبعد كده بيكمل طريقه عشان يوصل قريته، وبيشوفوه أهل القرية وبيفرحوا جدا والناس كلها بتهتف باسم كاترا. لكن بعد فترة الحكومة قررت تعمل قانون الإصلاح الزراعي، يعني الفلاحين هيكونوا ملاك الأرض ومش هيدفعوا الضرايب تاني لديفاريا، وبرابا بتروح تبلغ أهل القرية بالأخبار دي، لكن ديفاريا بيكون رافض وبيقول إن دي أرض أجداده ومش هيفرط فيها لشوية عبيد. وبيجي كاتريا وأهل القرية وبيقولوا لديفاريا أنت دلوقتي مش ملك الأرض، الفلاح الحارس للأرض هو المالك. وبيتعصب جدا ديفاريا وبيقول حارس الأرض هيملكها فعلا لكن في حالة واحدة، إن هو لو كان لسه عايش. وبنرجع تاني للحاضر والدكتور رينا بتقول إن الهياكل العظمية دي فيها كسور في كل حتة، يعني الموت مش طبيعي، وإن تقريبا دي كانت مذبحة جماعية. لكن بيتصدم الضابط جدا وبيقول لرينا إنها تعلن إنه موت طبيعي وخلاص، بس الدكتورة بترفض وبتقول إن دي مسؤولية ولازم أعرف مين اللي عمل كده واكشف الحقيقة للعالم. بعد كده بنشوف عصابة بلطجية قدرت توصل للمكان اللي كاترا والضابط مستخبين فيه، وكاترا بيقول للضابط يمشي وهو هيخرج لهم، بس الضابط بيخرج للبلطجية وبيقول لهم إنهم يمشوا من هنا، بس هم بيرشوا عليه جاز عشان يولعوا فيه، وكاترا بقى بيقول لهم يسيبوه، وبيتقدم واحد من البلطجية عليه، لكن كاترا بيديله بالدماغ وبيعضه في رقبته وبيقتله، وبياخد الساطور من ايده ببقه لان ايديه كان ضابط مكلبشها. وبتبدأ بقى المعركة مع البلطجية، لكن كاترا بيقدر يقتلهم كلهم وهو ايديه مربوطة، لكن القائد بيهرب هو وكم واحد قبل ما يموتوا. وبنعرف ان اللي باعت البلطجية دي كالي، وبيزعق لكل اللي عنده لان خايف ان كاتريا يجي وياخدوا الهولي ماري تاني لقريته من عندهم.
وكاترا بيعرف الضابط إنه عايز يروح المهرجان وبيسأله أنت ليه عايز تروح. وبنرجع تاني فلاش باك وبنشوف برابا بفستان الفرح وراكبة في عربية وهتتجوز واحد من اختيار أبوها، لكن بيقف قدام العربية كاترا وبيطلب إيدها للجواز، لكن أبوها شامبونج بيكون رافض وبيقول لبنته تسمع كلامه، لكن برابا بتقرر تمشي ورا قلبها وبتسيبهم وبتروح لكاترا. وبيتعصب أبوها وبيقول من النهاردة يعتبر إن ما عندوش بنات. وبنفهم إن برابا بتحب كاترا من زمان لأنه هو أنقذها قبل كده من حادثة زمان، ومن وقتها وهي بتحبه. وبعد كده بنشوف القرية كلها سعيدة، لكن ديفاريا وكالي بيطلبوا من الوزير إن يلغي القانون الجديد بتاع الأراضي، لكن الوزير بيقول لهم مش هيقدر لأن ده قرار الحكومة. بس ديفاريا بيسألوا نعمل إيه عشان الأراضي ترجع ملك لينا تاني، والوزير بيفهمه إن في حل واحد، إن لما الحكومة تبعت الفريق اللي هيعمل حصر للأراضي الزراعية يكونوا الفلاحين الحارسين مش موجودين، وكده الأراضي هترجع ملك ليكم مرة تانية. وديفاريا قال له تمام أنا هخفيهم ما تقلقش، لكن عشان يعمل كده لازم يتخلص من الحاجة الوحيدة اللي هتعطله وهي كاترا. وبيبعت له الشرطة يدوروا في بيته عن جذوع شجر الصندل المسروقة، وبيعملوا إنهم لقوها في بيته فعلا وبياخدوها على السجن ظلم. بعد كده رجالة ديفاريا بتهجم على القرية وبيضربوا الفلاحين وبيسرقوا حيواناتهم، وكمان بيجبروهم يرجعوا يدفعوا الضرايب مرة تانية. وبرابا بتحاول تجيب محامي لكاترا لكن كله بيرفض لأن مفيش دليل واحد ممكن يساعده. وبتروح برابا تطلب من أبوها يساعدها، لكن هو بيرفض لأنها سابته واختارت كاترا، وبيقول لها إن انتي بالنسبة لي متي. بعد كده واحد عجوز صاحب كاترا بيقرر إنه يروح يقول إن هو اللي سرق عشان خاطر يخرجوا كاترا، وفعلا بيخرج كاترا من السجن وبيقرر ينتقم. وبيجمع كل أهل القرية وبيستعيدوا الأراضي الزراعية اللي أخدها ديفاريا منهم، وبيرجعوا كده ملاك للأراضي مرة تانية. وبيجي المسؤول عن القرية وبيقول لهم إن الضباط هيجوا كمان أسبوع يدوكوا أوراق ملكية الأراضي ليكم، وبيفرحوا جدا بالكلام ده. وبيروح كاترا وبرابا لديفاريا وبيقولوا له إن هو هيفضل الرئيس حتى لو هم ملاك للأراضي، وبيطلبوا منه يحضر فرحهم الأسبوع الجاي، وده في نفس يوم تسليم أوراق الأراضي ليهم. وطبعا هم بيعملوا كده عشان يكسبوا ديفاريا في صفهم، لكن ديفاريا طبعا الغل جواه وبيقرر إن ينتقم منهم. وبيجي اليوم المنتظر، يوم الفرح وتسليم الأوراق، وبيشوف كاترا واحد معاه سواطير لكن مش من صنع كاترا لأن كاترا هو حداد البلد. وهنا بيشك إن في حاجة، وبيعرف إن الراجل اداهم لمجموعة أشخاص، وبيمسك الراجل ده وبيبدأ يعذبه عشان يعرف مين دول اللي خدوا منه السلاح، وبيعرفهم إنهم فرقة مرتزقة كل همهم قتل الناس قصاد الفلوس، وإن ديفاريا طالب منهم يقتلوا أي حد معاه ورق ملكية أرض الليلة. وبيتصدم كاترا لما بيسمع الكلام ده. وبنرجع للحاضر في المختبر وبنشوف واحد بيكب بنزين على الهياكل العظمية، لكن قبل ما بيعمل حاجة بترفع رينا عليه السلاح، وأول ما بيقلع القناع بيطلع إن هو مساعد الضابط. وبنرجع تاني زمان عند المرتزقة وبيكونوا قاعدين في بير كبير هم حفروه عشان يدفنوا فيه أهل القرية بعد ما يقتلوهم، بس بيظهر لهم كاترا ومعاه سطور وبيقول له هنا زعيم المرتزقة انت جيت هنا عشان تموت لأن احنا 108 وانت واحد لوحدك. بس كاترا بيقول له انتوا النهاردة هتختفوا من الوجود، والزعيم بيخلوا رجالته يهجموا على كاترا، لكن كاترا بيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني، والبير بيبدأ يتملي بدمهم لحد لما بيقدر يخلص عليهم كلهم. لكن لما بيرجع بيلاقي أهل القرية ملمومين حوالين بيته وأخته بتجري عليه وبتقول له إن في حد طعن برابا لحد ما ماتت. وهنا بقى بيتصدم كاترا وهو شايف حب عمره مقتولة، وبيدفنها وبيعيط زي الطفل الصغير على حب حياته. لكن بيقرر بعد كده ينتقم من ديفاريا وبيروح له فعلا بيته وبيقطعه حتت وبيقتله، والشرطة بتقبض عليه. بيبقى ده بقى السبب اللي هو مسجون عشانه دلوقتي. والضابط اللي معاه بيقول له ان هو مبسوط بموت ديفاريا لكن حزين بموت برابا، وبيقرر ان يساعد كاترا ويخليه يروح المهرجان. وبنرجع تاني لرينا ومساعد الضابط بيحكي لها ان الهياكل العظمية 107 بتوع المرتزقة اللي قتلهم كاترا، لكن هم كانوا 108 وانه هو الوحيد اللي نجي منهم. والسبب اللي خلى كاترا يسيبه ويعفي عنه انه هو كان صغير ساعتها، ومن ساعتها وهو قرر ينضم للشرطة. وان بعد ما اكتشفوا الهياكل العظمية انا كنت عايز احرقهم عشان السر ما يتكشفش ويتسجن كاترا في قتلهم. وبيتوسل للدكتورة ان تكتب ان الوفاة طبيعية مش مقتولين، وفعلا بتوافق على طلبه وهي متأثرة وبتسلم التقرير للضابط. واخيرا بقى بيوصل كاترا قريته واهل القرية بياخدوه بالحضن وبيعرفوه ان كالي خلى القرية بتاعتهم دمار من يوم ما اتقبض عليه، وان مفيش اي امل انها ترجع تاني غير بالهولي ماري، وبيطلبوا منه انه يحضر الهولي ماري. وفعلا بيروح المعبد يوم المهرجان لكن بيربط الجاموسة بحبل ومش بيذبحها،
وبعد كده بيقف جنب أخو برابا بادو وبيتكلم معاه، وبنعرف إن الشخص اللي قتل برابا هو بادو أخوها، لأنها لوثت شرف العيلة بجوازها من كاترا، وإن كان في شخص مستخبي وشافه وراحوا بلغوا كاترا وهو في السجن باللي حصل. ومن يومها وهو مستني يوم إن ينتقم، وبيعترف بادو فعلا إن هو قتل أخته، وبيتصدموا أهل القرية. كاترا بيمسكه وبيحدفه بعيد على الأرض، وبيمسك الساطور بتاعه وبيقطع راسه، وأخيرا كده بينتقم لموت مراته. وبيقول لأهل القرية إنهم لازم يشتغلوا وما يتعلقوش بأساطير، وكمان بيسيب الجاموسة عشان ينهي أسطورة هولي ماري اللي كانت سبب في كل الحقد والكره اللي بين الناس. وبتيجي الشرطة وبتقبض على كاترا بسبب قتله البادو، لكن أهل القرية كلهم بيكونوا فخورين بيه وزعلانين عليه. كده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا جداد معانا.